السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم شوربة العدس بطريقتي. طبعا عارفين كلنا اللي الجو ساقع ازاي، ومفيش احسن من شوربة العدس في الجو ده، بيتدفي. وطبعا عارفين كلنا اللي هي مغذية ازاي وبتدي طاقة بصراحة. انا هقول لكم انا عملت الكمية ايه، وطريقة العيش اللي انا بعمله فيها ايه، واللي براحتكم لو عايزين تاكلوها برضو بالعيش الطري. ممكن تاكلها بالعيش الطري، وممكن تاكلها بالعيش المحمص زي ما انا عاملة كده. بس تعالوا نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو بتاعنا. هنا يا بنات دي الكميه ديت ربع كيلو عدس اصفر. اهم حاجه برضو عشان العدس الاصفر يطلع حلو معاكي، تجيبي العدس الاصفر اللي بيبقى الغامق، عشان هو بيبقى فيه نوعين، وفي نوع اغلى من نوع. النوع الغامق ده اللي بيبقى اغلى شويه، بس بصراحه طعمه بيبقى احلى من التاني، وخصوصا كمان في الرز وعدس. طبعا هنا بنمسكه وبنغسله كويس جدا لحد لما لون الميه بتاعته تبقى بيضه خالص كده زي ما انتوا هتشوفوا. وكميه ربع كيلو يا بنات بتعمل بصراحه كميه كويسه، يعني تكفي يعني كذا فرد. فهنغسله كويس جدا. شوفوا الميه بقت بيضه ازاي ونضيفه. هنا بقى في كذا طريقه لشوربه العدس. انا هنا بحط فيه بصل زي ما انتم شايفين، وتوم، توم برضو سليم كده اهو، وبكتر الطماطم شويه شويه، وبحط جزر. ممكن في ناس انا شفتها بتحط كوسه، في ناس برضو بتحط بطاطس، حسب اللي انتوا عايزينه. يعني انا بعد الطريقه دي برضو انا عملت برضو عدس تاني وحطيت كوسه، لقيت برضو يعني بصراحه الطعم هو ده كده. بالعكس لما تحط الخضار اكتر طبعا هيدي فايده اكتر لشوربه العدس. فانا جربته برضو بالكوسه برضو كان طعمه حلو. غليته طبعا لحد ما استوى خالص، وبحط برضو شويه كمون صغيرين وهو بيتسلق، لحد بقى لما احس بقى ان كل حاجه فيه استوت كويس. اضربيه بقى، عندك خلاط اضربيه بقى بالخلاط، ما تزوديش ميه عشان هو طبعا شايفين فيه ميه ازاي. هنا انا طبعا يعني فرغته كده في الطبق الاستانلس ده عشان اضربه بالهاند بلندر، عشان ما ينفعش في الحله الجرانيت، كان طبعا هيتجرح والحله كانت هتبوظ. فهنا اضربيه كويس كده بالهاند بلندر او بالخلاط لحد لما كل المكونات تبقى ناعمه كده مع بعض. ما تزوديش ميه، حسب السمك اللي انت عايزاه. يعني لو انا مثلا ممكن افت فيه بالعيش، ممكن بخلي سمك شوربه العدس خفيفه. لو انت هتغمسي كده بالعيش الطري خليه تقيل، حسب ما انت بترتاحي. لو انت هتفتي فيه او هتغمسي، شوفي كده اهو التقل برضو. لسه لما هيغلي، كل ما هو هيغلي على البوتاجاز فطبعا بيتقل اكتر. فضيه بقى كده اهو كويس المقدار كله، وهحطه على البوتاجاز تاني. هنا انا بعمل شوربه العدس طشه، هي بتبقى عباره عن توم، وبحط طبعا شوربه العدس حلاوتها في السمنه البلدي اللي بيتحط لها، او زبده فلاحي. لكن بالزيت بصراحه انا ما بحبهاش، ان انا بحط سمنه فلاحه او زبده فلاحي. واحط بقى كميه توم كده كويسه لحد لما اللون يبقى ذهبي بس خالص، وحطيه على شوربه العدس. هنحط بقى على شوربه العدس ايه، ظبطي بقى الملح بتاعك، وحطي شويه فلفل اسمر صغيرين، وحطي شويه كمون، وحطي شويه شطه لو انت عايزه. واهم حاجه تظبطي بقى يعني ايه، ظبطي هو حلاوته في الكمون بتاعه، بس طبعا ما تكتريش الكمون زياده عن اللزوم. والثومه اهي زي ما انتوا شايفين الكميه ديت. انا كنت عامله برضو مع رز وعدس، عشان انا عندي برضو يعني كذا حد من عيالي ما بيحب شوربه العدس، فانا بعمل ده وبعمل ده. سيبي بقى لون التومه لما يبقى ذهبي خالص، ذهبي فاتح كده لون الذهب، وبعد كده حطيه على شوربه العدس. في ناس يا بنات بيحطوا شعريه، بس بصراحه انا عمري بصراحه ما جربتها بشعريه، احنا متعودين عليها في البيت اللي احنا نعملها كده بس. ولكن ممكن لو عايزه تعمليها بشعريه برضو بنفس الطريقه، بتحمري الشعريه كده في السمنه، وبتحطيها على الشوربه. بس ساعتها بقى الشوربه بتبقى خفيفه شويه، علشان لما الشعريه تستوى هتتقل معاكي. هنا بقى خلاص اهي كانت احمرت. هقوم بنقل بقى العدس انا على نار اصغر، بحيث انا عايزه التومه تتحط فيها وتاخد مثلا كده 5 دقايق او 10 دقايق. لما العدس يعني ايه يستوي خالص مع التوم، هبط عليه خالص وهسيبه بقى 10 دقايق كده على النار، ودوق بقى احلى شوربه عدس. وهنا بقى تظبطي زي ما قلتلك التقل بتاعه. يعني هو برضو شوربه العدس خلي بالكم، طول ما هي بتقعد على البوتاجاز او بتغلي بتتقل اكتر. هنا اهو كنت بحط اهو كمون، ما بحطش اكتر من كده، ما بحطش توابل خالص انا غير كده، شويه كمون وفلفل اسود، وحطي مثلا شطه لو انت حابه، وظبطي بقى الملح بتاعك، ما تكتريش في الفلفل عشان ما يتغمقش معاكي.
وبقى ظبطي التقل بتاعك زي ما انت حابه. وزي ما قلتلك لو انت حابه تحطي شعريه حطي برضو شعريه، بس وانت بتحمري الشعريه برضو غمقاها شويه علشان لونها يبقى حلو في شوربه العدس، متبقاش بيضه كده ومش حلوه. بس كده يا بنات. وهنا العيش دوت انا كنت حمصته في الفرن، حمصته برضو بمعلقه سمنه فلاحي مع رشه كمون. حطي برضو رشه توم باودر مع الملح، وحمصيه كده في الشوايه، يتحمر في ساعتها في الشوايه او في الفرن حسب ما انت عايزه. وهنا طبعا البصل، طبعا شوربه العدس ما ينفعش غير مع البصل. وهنا الليمون، وكان عندي برضو ليمون مملح حطيت، وحطيت ليمون برضو اللي عايز يعصر على شوربه العدس. وبس كده يا بنات. لو وصلت معايا لحد هنا من الفيديو فضلا وليس امرا ما تنسوش تحطوا له لايك في الفيديو وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد مني. ومع الف سلامه.